وفاة 11 طالبا من أبناء شرعب السلام محافظة تعز في حادث مروري مروع في محافظة ذمار بعد عودتهم من امتحانات القبول في كليتي الطب والأسنان بجامعة ذمار. إليكم تفاصيل الحادث. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وقع حادث مروري مأساوي مساء اليوم على الطريق العام صنعاء ذمار في منطقة جبل الضيق بمحافظة ذمار، حيث تصادمت قاطرة نوع فولفو وباص هايس، ما أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 6 آخرين إصابتهم خطيرة. وفور وقوع الحادث تحركت فرق الإسعاف وشرطة المرور على الفور إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع، حيث تم إغلاق الطريق المتضرر لضمان سلامة المصابين وتسهيل عمل فرق الإنقاذ. وكما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب نقل الجثث لإجراء التحقيقات اللازمة. وقام رجال المرور والآليات في موقع الحادث ببذل جهود كبيرة لإعادة فتح الحركة المرورية في المنطقة المتأثرة من الطريق بعد إزالة آثار الحادث. وبعد ساعات من الجهود المتواصلة تمت عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في الطريق، وبيّنت أنه بناء على نتائج التخطيط والتحقيقات الأولية للحادث أن سبب وقوعه يعود إلى إهمال السائقين نتيجة خروج القاطرة من مسارها إلى المسار الآخر الذي يسير فيه الباص، بحيث أن سائق القاطرة فقد السيطرة عليها وأدى إلى وقوع الحادث. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بألف خير.